السلام عليكم. هل كندا من الدول اللي انت ممكن تعمل فيها فلوس، ولا زيها زي كل الدول الغربية اللي هو انت بتيجي بتعيش حياة كريمة وكل حاجة، لكن في المقابل انت ما بتعملش فلوس؟ وحتى لو عملت فلوس انت ما بتوصلش للدرجة اللي هو انت عملت فلوس كتير مقارنة بعدد السنين اللي انت عشتها في كندا او في اي دولة يعني. فالسؤال هنا بقى، هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ خليني اقول لك ان انا عايش هنا بقالي تقريبا 6 سنين. لو انا اتسألت السؤال ده في اول 5 سنين ليا، هقول لك لا، كندا ما بتعملش فيها فلوس. لكن الفترة اللي فاتت في آخر 8-9 شهور بدأت إن أنا أدور وأفهم أكتر عن البلد، وأعرف البلد ماشية إزاي والكلام ده كله، واكتشفت إن أنت ممكن تعمل فلوس، ممكن تحقق ثروة على المدى الطويل هنا في كندا. طيب إزاي بقى الكلام ده؟ خلوني أشارك معاكم تجربتي النهاردة، أو خطأ بقى النهاردة يعني، بحيث لو أنت جاي جديد على كندا تتجنب الأخطاء دي وتعرف توفر فلوس كتير من أول ما تيجي كندا. في 3 حاجات عايز أتكلم معاكم فيها النهاردة، دول هيحققوا لك حاجتين. أول حاجة إنك أنت هتخليك توفر فلوس كتيرة من الضرايب اللي انت بتدفعها كل سنة. والحاجة التانية، لو انت بقى بذلت مجهود شوية او تعبت شوية على نفسك، ممكن طبعا انت هتوفر ضرايب وفي نفس الوقت هتبني ثروة على المدى الطويل. خلونا النهاردة نتكلم عن حاجتين، وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله نتكلم عن الحاجة التالتة، عشان الفيديو اعتقد ممكن يبقى طويل شوية، فعشان ما اضيعش وقتكم. اول حاجة، في حاجة اسمها حساب ال RRSP. ده حساب هيخليك ان انت توفر من الضرايب اللي انت بتدفعها كل سنة، لكن هو مش بالضرورة، او هو مش هيحقق لك ان انت تعمل ثروة. الارقام اللي انا هقولها دي بس ارقام للتوضيح، في ارقام وفي قيود وفي حسابات تانية، بس دي هنتكلم عنها في الحلقات اللي هي مخصصة للبرامج دي. ايه حساب ال RRSP ده؟ ده حساب التقاعد، المعاش يعني. بيقول لك هنا ايه، انك انت اي مبلغ هتحطه في خلال السنة في الحساب ده هيكون معفي من الضرائب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انت مرتبك $100,000 وحطيت $10,000 في الحساب ده، لما تيجي تقدم اقرارك الضريبي، هو هنا مش هيعاملك انك انت مرتبك $100,000، هيعاملك ان انت يعني كأنك $90,000. فهنا تتوقع ان المبلغ اللي هو هيرجع لك من الضرايب زي ما بيرجع لك مبلغ كل سنة، تتوقع المبلغ السنة اللي انت هتحط فيها فلوس في الحساب ده هيكون اكبر، بناء على انت حطيت قد ايه في المبلغ ده في الحساب ده. خليني بس اكد على حاجه، ان الحساب ده فيه انت ليك ليميت انك انت تحط فلوس عدد معين، وفي قيود تانية وفي تفاصيل تانية كتير وارقام وحاجات كتير، بغض النظر عن وضعك انت هنا في كندا ايه، تصريح عمل، مقيم، دراسه وهكذا. طيب، فده بالنسبه لموضوع حساب ال RRSP. الحاجه التانية اللي عايز اتكلم عليها هو حساب اسمه TFSA Tax Free Saving Account. من اسمه كده انت ممكن تتوقع ان هو ده حساب توفير، ان انت بتحط فيه فلوس وتكون معفية من الضرايب. هو ولا، انت ممكن تحط فيه فلوس، لكن ممكن برضو تحط فيه حاجات غير الفلوس. الحساب ده ما ينفعش تحط فيه فلوس اكتر من الليميت اللي هو محطوط لك. يعني انت في مبلغ كده معين في حياتك لو وصلت له خلاص، انت ما ينفعش تحط فيه فلوس اكتر من كده. طيب انت قلت ممكن احقق من خلاله ثروة، ازاي الكلام ده؟ فمثلا نفترض ان انا عايز اجي احط $5,000 السنة دي في الحساب ده، في التاكس فري سيفنج اكاونت. تمام، بروح واخد الفلوس وحاططها واقدم في اقرار الضريبي ان انا حطيت $5,000 في الحساب ده والدنيا. في بقى ناس تانية بتفكر ازاي، يقول لك والله انا بدل ما احط $5,000 ويفضلوا زي ما هم $5,000، لا، انا ممكن احط $5,000 بس احطهم على ايه، على هيئة اسهم. ونفترض بكرة مثلا ان الاسهم دي ضربت في السماء، مثلا نقول اي رقم تخيلي، وال$5,000 دولت بقوا $10,000. $5,000 المكسب دولت انت برضو مش هتدفع عليهم ضرايب. لكن لو انت شاري اسهم بس مش حاططها في الحساب ده، وكسبت او جالك ارباح على الاسهم دي من الاسهم دي، فانت دي هتدفع عليها ضرايب، ولازم تبلغ عنها في الاقرار الضريبي بتاعك، وهيتخصم منها ضرايب. انت كل سنه ليك مبلغ معين بتحطه، لو كل سنه ما حطيتش الفلوس دي كاش وحطيتها اسهم مثلا على سبيل المثال، تيجي بعد 10 15 سنه 20 سنه هتلاقي ان المبلغ ده تضاعف ووصل بشكل كبير. لان طبعا معروف ان السوق المال بشكل عام هو دايما في ارتفاع، حتى لما في انخفاضات يعني انخفاض وارتفاع وكده، بيكون على المدى الطويل هو دايما ماشي في ارتفاع. حاجه كمان ميزه جامده من مميزات الحساب ده، انك انت اي فلوس هتكون حاططها في الحساب ده لما تيجي تسحبها هتكون برضو معفيه من الضرايب. يعني انت مثلا قعدت 2 3 4 5 عمال بتحط فلوس في الحساب ده، فانت كل فلوس هتحطها لما تيجي تاخدها تاني هتكون معفيه من الضرايب. في سؤال هنا ممكن مثلا يكون جاي في بالك، اللي هو
يا عم انا اصلا مرتبي اللي جاي على قد اللي رايح بالظبط. يعني مثلا لو انت في كندا، او لو انت جاي بس بدأت بمرتب قليل، او اضطريت ان انت تشتغل شغلانتين او الكلام من ده، فهنا هقول لك مفيش اي مشكلة خالص. انت السنة دي مثلا انت مرتبك اللي جاي على قد اللي رايح بالسنت، تمام، مفيش مشكلة. انت كده كده كل سنة بيبقى ليك مبلغ اللي انت تحطه في الحساب ده، تمام، في الحسابين يعني، سواء ال RRSP او ال TFSA، تمام. انت ما حطيتش حاجة السنة دي، خلاص السنة الجاية تقدر تحط بتاع السنة دي والسنة الحالية، تمام. يعني انت مثلا السنة دي انت تحط $5000 مثلا، يعني الليميت بتاعها $5000. انت ما معكش فلوس تحط السنة دي، السنة اللي جاية يبقى ليك الليميت $10000. ما معكش فلوس السنة اللي بعدها 15000، وهكذا. كل سنة بيتضاف على المبلغ اللي انت كنت ممكن تحطه. طيب امتى بقى تحط الكلام ده؟ هقول لك حلو. هنا بقى لما تيجي تبتدي انك انت مرتبك يعلى، انك انت يبقى في وفرة معاك في الفلوس دي بقى، بدأ يبقى معاك بتشيل مثلا في الشهر مثلا ممكن توصل تشيل $1000، 2000، 1500، 3، على حسب بقى انت وشطارتك وانت ومرتبك وانت وكل حاجة. فهنا لازم بقى تستغل حضرتك الحاجات دي، تمام. بدل ما تتحاسب على الفلوس الكتيرة دي بالضرايب، لا، هات بقى الفلوس دي يا اما تحطها في ال TFSA او تحطها في ال RRSP. طبعا كل واحد بقى على حسب البلانز بتاعته. في ناس تقول لك انا هوزع الاتنين مع بعض، في ناس تقول لك انا هحط في مكان واحد، في ناس تقول لك لا انا مش هحط حاجة خالص واستثمر الفلوس. في قصص كتير بقى جدا، لكن انت تقدر تستفيد بيها. يعني لو السنه دي عدت عليك، انت السنه الجايه تقدر تكمل عادي جدا. دول الحاجتين ان انا لو انا كنت التزمت بيهم، او لو كنت عرفتهم من اول ما جيت كندا، انا كان زماني مثلا ممكن اكون موفر من الضرايب مش اقل من $20000 مثلا في ال5 6 سنين اللي فاتوا. يعني انا بسمع من اول ما جيت عن ال RRSP وال TFSA، بس اللي هو يا عم تي اف حساب توفير وبتاع، ماشي هبقى اعرف. تقاعد انا اصلا لسه ما خدتش الاقامه ومش عارف. فارجوك ما تغلطش غلطتي من اول ما تيجي. لازم خلاص انت جاي مقرر هتقعد هنا، ان شاء الله هتقعد سنه وهترجع. افهم البلد ماشيه ازاي، اعرف الكلام ده ماشي ازاي، اعرف الضرايب، اعرف كل حاجه، اعرف حقوقك كويس جدا جدا جدا. لأن زي ما قلت هيوفر عليك فلوس كتير في المستقبل. بس فان شاء الله هنكمل الفيديو ده في الحلقه اللي جايه. فلو تتفرج لحد هنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، تسيب تعليق، واشوفكم على خير. سلام عليكم.